طبعا من امبارح والدنيا مقلوبة على السوشيال ميديا بسبب الحلقة اللي عملها المذيع والفنان إدوارد مع الممثلة عزة سعيد. ودي ممثلة كانت ظهرت في أفلام زي الباشا تلميذ وزكي شان وحاجات زي كده. وطبعا لأثار الجدل إن الفنانة دي طلعت في الحلقة وقالت بتصريحات غريبة جدا جدا جدا. طبعا ما فيش اي حاجه منها حصلت، زي انها عملت بطولات سينمائيه كتير، وان المخرج يوسف شاهين كان هيديها ادوار بطوله، وعملت حاجات عالميه واخدت جوائز عالميه وحاجات كده. اللي لفت نظري طبعا في الموضوع، طبعا اولا احنا بندعي لها ان ربنا يشفيها، وانه حقيقي يعني دي حاله نفسيه المفروض ان هي اصلا ما كانتش تطلع في حلقه زي كده. ولكن اللي لفت نظري اكتر في الموضوع، يعني بصيت له من جانب اخر، انه بجد فعلا الاحلام مخيفه. يعني على قد ما هي حلوة، وان كل واحد لازم يبقى عنده حلم او هدف معين او حاجة معينة بيحلم ان هو يحققها، بس اوقات كتير عدم تحقيق الحلم ده ممكن يؤدي بصاحبه للجنون، او ان هو يوصل لحالة نفسية سيئة جدا. فعلى قد ما انت متمسك باحلامك او باهدافك او حابب ان انت تحقق حاجة، ولكن في نفس الوقت لو ما حققتهاش عادي، مش اخر الدنيا. ربنا يشفيها ويعافيها، وبتمنى لها يا رب كل خير. وفي نفس الوقت خلي بالكم من احلامكم.